بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم عزيزاتي المتابعات. اليوم حبيت أشارككم الشواية الغازية اشتريتها بمناسبة شهر رمضان الكريم. بيها طباخ جانبي. أنا من زمان محتاجة طباخ خارج المطبخ، أطبخ عليه شغلات اللي تحتاج تقلى أو التشريب يفور ويصير المطبخ حار بالصيف. بيها شوايتين نارها عالية ما شاء الله أنصيها. وهنا بدلنا المنظم لأن يعني الغاز عندنا طبيعة القناني تختلف عن قنانيهم بالخارج، ويفضل نستخدم يعني صوندة نخليها بعيد، بس حاليا ما لقينا زبانة خاصة. هنا شوفوا اليوم إن شاء الله ناوية أشارككم مشاوي، فقريب علي جدر شوربة. حمست البصل وراح أحمس العدس همينة، أضيف عليها مي ساخن قليل شوية أعلى من العدس. من يسبج وينشف المي أهديها، وبعدين أضيف لها مي حار مرة ثانية، أخليها تظل تفور إلى أن يستوي العدس كلش زين. وهنا شوفوا بميز جانبي مثل الرف أنا خليت عليه القبغ والصواني اللي سويت بها التكة برفوف إضافية فوق السبايات. أول شغلة سويناها أنا وابني نظفناه من التراب كان شوية عليه، وقبل لا أبدي تحضير الفطور نظفت المطبخ. بما أنه صار عندي طباخ خارجي سحبت الطباخ. مشاركتكم هواي فيديوهات على قناتي أسحب الطباخ وأرفع من عنده جامة الفرن، ويعني شوفتكم طريقة تثبيتها. كنت محضرة اللحم قبل يوم، منقعته بالبهارات والملح الحامض، لبن، والدجاج ضفت له خل، وأحسن نخلي زيت زيتون حتى اللحم يعني يصير طري ما ينشف. وهنا شاركتكم طريقة تثبيت قطع اللحم بالسيخ. نخليها على مستوى واحد، ما يتقسم من عندها تحترق. يفضل نضيف شحم بيناتهم أو لية تستوي كلش بدون ما يبس اللحم، تصير مستوية وهشة. هنا أنا خليت السبايات وشغلت النار نصيتها. هم يعني اكو رافقين كتالوج ويا الشواية، بس اكيد انا ما عندي مجال اقراها، ويعني اعتقدت ما احتاج توضيح، يعني شوي طبيعي. وزعت الاسياخ فوق السباية وانتبه عليها، يعني ما خليها تحترق هواية، لان انا دا اكمل شغلي بالمطبخ وهي يعني خارجية لو راح انساها. بس ما تحتاج من عندي انه اظل لازمة الاسياخ مثل قبل من كنت اشوي على الطباخ العادي. كنت تقريبا يعني سيخين اشويها وبعدين اكمل البقية. هسه ما شاء الله كلها سوا خليتهم. هنا غطيت على الدجاج، هذا القبغ يساعدني يستوي اللحم من كل الجهات. رحت كملت اللحم ورجعت علقت الشواية الثانية. بس يحتاج انتبه الأسياخ اللي قريبة من الشواية، يعني أتناوب بأماكنها، يعني رعاية بسيطة بسهولة كلش. هاي أسهل مرة قدرت أشوي لحم بها ما شاء الله. كملت الستو اللحم والدجاج، وبعدين بديت بالطماطة والبصل لأن درجة حرارتهم تختلف، ويعني ما خليته هواية لأن إحنا مو كلش نحبها حتى للزود. ووياها جدر الشوربة قريب علي همينة دا أراقبه. ضفت بس ماجي للشوربة، ولأن رمضان وأول مرة دا أستعمل الشواية فبديت بالشوي حتى أضمن الفطور جاهز، وبعدين بديت بالزلاطة وتحضير الخضروات. لكن يفضل على المرات المقبلة راح أخلص الشغلات الجانبية وبعدين أتفرغ للشوي حتى لا أظل رايحة وجاية من المطبخ للشواية. هنا أنا ضفت كبة جاهزة للشوربة وبوتيتا قليتها، لأن مثل ما شفتوا نظفنا الشواية وسحبت الطباخ صار عندي شغل. يعني هاي أشياء مساعدة للأشياء الجاهزة. وبعدين بديت أحضر الخضروات، بصل رقي وبطيخ، وهنا عندي طرشي. صارت أكثر مرة يعني سهل العمل وخلصت بسرعة ما شاء الله. طبعا أحلى شي ويا المشاوي الحمص بطحينة.
أخلي طبق لليوم وأضم من عنده بالثلاجة، لأن الحمص بالطحينة بالنسبة لي أطيب من تبات، تثخن شوية. بالنسبة لمقاديرها، خليت كل كوب حمص مستوي كلش زين ربع كوب راشي، عصير نص ليمونة حامضة، وزيت عادي. أنا كل مرة أخلي زيت زيتون، بس هي اللي ناخذها من المطاعم طيبة يخلولها زيت عادي. ملح ملعقة شاي بس شوية كانت فاهية، وأخلي 3/4 الكوب ثلج. ويفضل الحمص من قبل يوم احنا مجمديه بالفريز، يعوضنا إذا كان ما عندنا ثلج هواية. هنا بدل العصائر اللي نشتريها سويت لهم عصير النعناع بالحامض. ما راح أقول لكم موهيتو، لأن الموهيتو لازم نصبه مباشرة بالأقداح حتى يصير بطبقات. هنا أنا صبيته بالدولكة لأن صيام، فمن أصبه بالقلاصات شي طبيعي الألوان من عنده راح تمتزج، بس هو صار كلش طيب ومنعش خصوصا بالنسبة للصيام. بعد الشغل صار عليها دهن أكيد يحتاج ننظفها، ما نهملها. بس أني قدرت أنظفها ثاني يوم. يعني هاي من الشغلات اللي فرقت لي، لأن الطباخ مستحيل أعوفه ثاني يوم. بس الشواية عادي تركتها وعلى راحتي ثاني يوم نظفتها. ويعني راح استخدمها للطباخ لغير حالات، يعني حتى إذا ما دا استخدم الشواية استخدم الطباخ. وهنا كان اليوم الأول من رمضان، حبيت أفرش مشمع على الميز. أنا ميزي بيضاوي وكبير شوية، ما ألقي على قياسه نفس الموديل، فأخذت لي مشمع عادي وأنا قصيته على شكل بيضاوي. المترة ب3000، أخذت مترتين حسب لياهم على 5000. المتبقي خليته على طبلة عندي مرفين، همين قدرت أستفاد من عده. طبعا أنا ما ناوية بشهر رمضان أنزل فيديوهات، فلذلك ضفت لكم هذا المحتوى. كان ببالي أنه أشارككم فيديو خياطة جودليات بتصاميم مختلفة. عندي هذا القماش مشتريته من زمان، لكن هم منزلين بمناسبة شهر رمضان أقمشة رمضانية. هذا كلش عجبني، بيه هلال وفوانيس وبيه نقشات ثانية، يعني ينفع حتى بعد رمضان، لأن يعني أحيانا من نتناول طعامنا نفرش بالقاع، فيفضل إنه يعني ما نقعد مباشرة على الزولية. صورت لكم طريقة خياطة السحاب، بس ما رفقتها ويا هذا الفيديو حتى لا يصير مطول. طريقة خياطة السحاب من يعني الشغلات اللي حابة أشاركها وياكم، لأنه شوية يحتاج يعني إتقان، يحتاج لطريقة معينة. هنا هذا السحاب قياسه متر، لذلك استفاديت من عنده، خليته جانبي حتى براحتي الاسفنج أخليه بسهولة. طبعا الجودلية هي يعني صفة الاسفنج يكون كلش رقيق، مو مثل الاسفنج مالت المنادر يصير سميك. بعد ما كملت خياطتها، المتبقي من القماش سويت بيه هذني وصال الجدر. ما أعرف أنتو شنو تسموها، اكتبوا لي بالتعليقات شنو تسمون وصال الجدر عندكم. وصلت وياكم نهاية الفيديو، أتمنى حبيتوه بكل تفاصيله، وبالنهاية أشكركم على حسن المتابعة ومع السلامة.